إن الحمد لله نحمده ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله عز وجل به الأمة. اللهم اجزه عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إخوة الإيمان والإسلام، ها هي الأيام تمر والصفحات تنطوي والأعوام تتوالى. إن الأيام تمر ويمر معها العمر ويرحل وينتهي، وما زال الإنسان في غفلة شديدة عن لقاء ربه جل وعلا، في غفلة شديدة عن الآخرة وما فيها، في غفلة شديدة عن القبر وما فيه. ولن يفيق الإنسان من هذه الغفلة إلا إذا اصطدمت رأسه بجدار القبر فيصرخ صرخة كبيرة. على ما يصرخ إخوة الإيمان والإسلام؟ لأنه نقل من دار إلى دار ومن عالم إلى عالم آخر، نقل من القصور العالية إلى القبور الفانية، نقل من أنس العشرة إلى وحشة الوحدة، نقل من المضجع الوثير إلى المصرع الوبيل. شئنا أم أبينا، رضينا أم لم نرضى. وسبق من قال: الحمد لله الذي قسم بالموت رقاب الجبابرة وقصر به آمال القياصرة، الذين لم تزل قلوبهم عن ذكر الموت نافرة حتى جاءهم الوعد الحق فأرداهم في الحافرة، فنوقلوا من القصور إلى القبور ومن ضياء المهود إلى ظلمة اللحود، ومن ملعنة الجواري والغلمان والنساء إلى مقاسات الديدان والهوان، ومن التنعم من الطعام والشراب إلى التمرد في الرحل أي الطين والتراب، ومن أنس العشرة إلى وحشة الوحدة، ومن المضجع الوثير إلى المصرع الوبيل. فانظر هل وجدوا من الموت حصنا أو عزة؟ وانظر هل تحس من أحد منهم أو تسمع لهم ركزا؟ إن وقفت أمام قبورهم أي أموات في أي لحظة من اللحظات، هل تحس من أحد منهم أو تسمع لهم ركزا؟ فلا إحساس لهم ولا سماع لهم ولا ألقاب لهم ولا أصوات لهم ولا سلطان لهم. زالت عنهم الدنيا وزالت عنهم الأموال وزال عنهم السلطان. وصدق ربنا عز وجل إذ يقول: ما أغنى عني مالية هلك عني سلطاني. هل تحس من أحد منهم أو تسمع لهم ركزا؟ فسبحان من انفرد بالقهر والاستيلاء واستأثر باستحقاق البقاء وأذل أصناف الخلق بما كتب عليهم الفناء. فما منا إلا والموت مسرعه والتراب مضجعه والدود أنيسه ومنكر ونكير جليسه والقبر مقره وباطن الأرض مستقره
والقيامة موعده، والجنة أو النار مورده. هل فكرنا في ذلك يا إخوتان؟ وهل أعددنا العدة لذلك؟ الله عز وجل جعل الدنيا دار زوال، دار فناء، وجعل الآخرة دار خلود وبقاء، وجعل الموت دليلا على عظمته وعلى قوته وعلى سلطانه. وتلك هي سنة الله في خلقه، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. فالإنسان منا مهما طال عمره، مهما طال أجله، لابد له من لقاء الحق تبارك وتعالى. لأن الليل مهما طال لابد من طلوع الفجر، وأن العمر مهما طال لابد من دخول القبر والوقوف بين يدي الله عز وجل في يوم عظيم الفزع، يوم تبيض فيه الوجوه وتسود فيه الوجوه، يوم تشيب فيه الولدان، تشيب فيه الغلمان، تشيب فيه الصبيان. هل أعددنا العدة لهذا اليوم إخوتان؟ نعم. الحصاد نوعان: حصاد الحلو يقود صاحبه إلى الجنان، وحصاد المر يقود صاحبه إلى النيران. إنه حصاد الألسنة أصاب كثيرا من الناس، مرض سرطاني خطير أصاب كثيرا من الناس، يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. اللسان طلق ليس له مرض ولا لمجاله منتهى، له في الخير 1000 مجال وله في الشر 1000 سرمان، ولا يظهر الكفر والإيمان إلا بشهادة اللسان. فمن سلم له واستسلم له قاده هذا اللسان إلى كل ميدان، حتى وصل به إلى شفا حفرة من النيران. ومن ألجم لسانه بلجام الشرع ولم يطلقه إلا فيما ينفعه في الدنيا والآخرة قاده هذا اللسان إلى جنة الرحيم الرحمن. في حديث معاذ: أو إننا مؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله؟ قالت: هكذتك أمك يا معاذ، أي فقدتك أمك يا معاذ. وهل يكب الناس على وجوههم أو على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ كان حصائد الألسن تصل بصاحبها إلى أن يكب على وجهه في النار أو على مناخره في النار. يوم يسحبون على وجوههم في النار ذوقوا مس سقر. نعم، امرأة ذكرت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، صلت وصامت وقامت. قالوا: يا رسول الله، ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها. قال: هي في النار، هي في النار، هي في النار. مطلع الحديث تحدث عن العمل، صلت صامت قامت، وختام الحديث تحدث عن المآل وعن المصير. قال: هي في النار. نعم يا رسول الله، صلت وصامت وقامت. قال: هي في النار. العين الذي أصابها تؤذي جيرانها بلسانها، ده العين اللي عندها. هؤلاء هم الجيران، لكن هناك جيران أعز وأغلى من هؤلاء الجيران. إنهم جيران البيت، إنهم سكان البيت. الزوج جار لزوجته، والزوجة جار لزوجها. نعم، الزوج يؤذي زوجته بلسانه
فهو في النار، والزوجة تؤذي زوجها بلسانها فهي في النار، والرجل يعتدي على أبنائه بلسانه فهو في النار، والابن يعتدي على أبويه بلسانه فهو في النار. ألم أقل لكم مرض سرطاني خطير يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب؟ نعم إخوتاه، يحلو لكثير من الناس أن يتتبع العورات. نعم، مرض تتبع العورات مرض فتاك، وهو لا يعلم أن تتبع العورات من شعار المنافقين، وهو لا يعلم أن تتبع العورات إنما الجزاء سيكون من جنس العمل، وهو لا يعلم أن من بحث عن عيوب الناس بحث الناس عن عيوبه. نعم، تتبع العورات من شعار المنافقين، كما ثبت عند أصحاب السنن بسند صحيح قال صلى الله عليه وآله وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان إلى قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته حتى يفضحه في جوف بيته. ألم أقل لكم إن تتبع العورات من شعار المنافقين؟ هذا حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان إلى قلبه. فالمنافقين آمنوا بألسنتهم ولم يدخل الإيمان إلى قلوبهم. لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته حتى يفضحه في جوف بيته أمام أهله وقريته وقبيلته. عاقبه ربنا جل وعلا بالعقاب: إنما الجزاء من جنس العمل. نعم، انظر الفرق شاسع بين من تتبع العورات ومن ستر العورات. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: من ستر عن عورة أخيه ستر الله عورته يوم القيامة. هذا في الفضل، هذا في الثناء على من ستر عن عورات المسلمين، وبين من تتبع عورات المسلمين تتبع الله عورته حتى يفضحه في جوف بيته، أي أمام أهله وزويه. نعم، الكلام شهوة كشهوة الفرج، كما قلنا إن الإنسان طلق ليس له مرد ولا لمجاله منتهى. أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أخطر شهوتين في الإنسان، وأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى من استطاع أن يتحكم في هاتين الشهوتين وضمن أن يتحكم في هاتين الشهوتين، ضمن له النبي صلى الله عليه وآله وسلم الجنة. فقال صلى الله عليه وآله وسلم كما عند أصحاب السنن بسند صحيح: من يضمن لي ما بين لحيي وما بين فخذي أضمن له الجنة. هذا حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من يضمن لي ما بين لحيي أي لسان وما بين فخذي أي الفرج أضمن له الجنة. إن استطعت أن تتحكم في هاتين الشهوتين وتضمن لنفسك أن تتحكم في هاتين الشهوتين ضمن لك النبي صلى الله عليه وآله وسلم الجنة. نعم، ولم لا؟ وقد سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم نعم عن أكثر
ما يدخل الجنة وعن أكثر ما يدخل النار. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن أكثر ما يدخل الجنة تقوى الله وحسن الخلق، وإن أكثر ما يدخل النار الفم والفرج. نعم، قضية خطيرة. العبرة ليست بالصيام ولا بالصلاة ولا بالعبادات فحسب. نعم، كلمة واحدة تخرج من فم الإنسان من سخط الله وصلت به إلى نار الله عز وجل. نعم، قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا فيلقى بها في الجنة 70 خريفا. سيد يتكلم بالكلمة من رضوان الله، كلمة طيبة، كلمة مباركة باركها الله عز وجل ورضي عن هذه الكلمة. كلمة واحدة يدخل بها الجنة بمقدار 70 خريفا. والخريف أي سنة عند العرب، يعني 70 سنة. كان الإنسان يتكلم بكلمة رضي الله عز وجل عن هذه الكلمة أيا كانت في مرضاة الله عز وجل، جزاؤه عند الله يدخل الجنة بمقدار 70 سنة. مسافة زمنية ليست ساعة ولا ساعتين ولا يوم ولا يومين ولا شهر ولا شهرين، وإنما 70 سنة بكلمة واحدة. كان الإنسان إذا فتح كتاب الله عز وجل وقرأ في كتاب الله عز وجل في صفحة، كلمات هذه الصفحة كل كلمة كانت من رضوان الله عز وجل، جزاؤه عن كل كلمة 70 سنة في الجنة. ما الذي جرى؟ ما الذي حدث؟ خير أهملناه، خير ابتعدنا عنه. إن العبد يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا فيلقى لها في الجنة 70 سنة. على صعيد آخر، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فيهوي بها في النار 70 خريفا، أي يسقط. الجنة درجات وإن علم. إذا سألتم الله فسألوه الفردوس الأعلى، والنار دركات بالكاف وإن سفلت إلى أسفل يتنزل به ويسقط إلى النار، ليس بمقدار ساعة ولا ساعتين ولا يوم ولا يومين، وإنما 70 سنة يسقط إلى قاع جهنم. ما الذي قدمه؟ ما الذي قام به؟ ما العمل الذي وصل به إلى هذا العذاب الأليم وإلى هذه المسافة البعيدة؟ كانت كلمة من سخط الله ومن غضب الله عز وجل. نعم، ألا أقول لكم بأن الأمر جد خطير والبوابة واحدة والآلة واحدة هي اللسان. كما قلنا له في الخير 1000 مجال وله في الشر 1000 سربال. كلمة وصلت بصاحبها إلى أعلى الجنان، 70 سنة في الجنة أعلى الجنة، وكلمة وصلت بصاحبها إلى قاع النيران. وكانت كلمة واحدة. في أحاديث 3 تحدث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الأحاديث عن هذا المرض الخطير الذي وصل بالناس إلى النار. لا يدخل الجنة نمام. كأنك تصلي من أجل الجنة وتصوم من أجل الجنة وتتصدق من أجل الجنة وحججت بيت الله من أجل الجنة وفعلت كل العبادات والطاعات من أجل الجنة،
وقد منعت من الجنة. ما الذي منعك من الجنة؟ ما الذي حال بينك وبين الجنة؟ هذا اللسان. نعم، لا يدخل الجنة نمام، قالها محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نحن في غفلة عن هذا المرض. أمراض الدنيا نبحث عن كل طبيب وعن أمهر طبيب وعن أغلى علاج أملا في النجاة، كأنك تعيش بعد هذا الشفاء سنة أو سنتين، ثم ماذا بعد ذلك؟ والمصير الأبدي غفلنا عنه بكل سهولة. اللسان يأكل هنا وهناك ويتتبع عورات المسلمين والمسلمات ويأتي من أجل الصلاة وربما في الصف الأول، والجنة عليه حرام. لا يدخل الجنة نمام. ثم قال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: لا يدخل الجنة قتات. والقتات هو النمام الذي ينم ويخبر ويبلغ ويقطع في لحوم المسلمين. انظر إلى الذي ستر عن لحوم المسلمين ورد عن أعراض المسلمين، وإلى الذي أكل في لحوم المسلمين. من ذب عن عرض أخيه ذب الله عن وجهه النار يوم القيامة، صلى الله عليه وسلم. من ذب عن لحم أخيه ودافع عن أخيه في رواية أخرى كان حقا على الله أن يعتقه من النيران. كان الإنسان يدافع عن أعراض المسلمين، نعم، وعن لحوم المسلمين. جزاؤه عند الله الجزاء سيكون مثل العمل. ذب الله عن وجهه النار يوم القيامة، وكان حقا على الله أن يعتقه من النيران. ما الذي قدمه؟ ما الذي فعله؟ إنه دافع عن عرض أخيه. نعم، لا يدخل الجنة قاطع. قالوا: من القاطع يا رسول الله؟ قال: الذي يقطع بين الناس، يقطع المحبة، يقطع الوصال، يقطع الود والرحمة بين الناس. نعم، فالجنة عليه حرام. ألا أدلكم على أفضل من درجات الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. الله أكبر. هكذا تحدث النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة: ألا أدلكم على أفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين. الله أكبر. أن تصلح بين المتخاصمين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. لا أقول تحلق الشعر ولا الرأس، وإنما تحلق الدين. فالذي يقطع بين الناس كالحلاق موس، بيقطع الوصال، يقطع المحبة، يقطع الود، حقد، قلب أسود، بعيد عن الله، بعيد عن الخشية، لا يخشى من الله ولا يخاف من الله. إن دمرت الأسرة وضاعت المحبة ومزق الوصال. نعم، ألا أدلكم على أفضل من درجات الصلاة والصيام والصدقة؟ دلنا يا رسول الله. إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. هكذا قال صلى الله عليه وسلم. لا أقول تحلق الشعر ولا الرأس، وإنما حلقت في دين الله، ذبحت في دين الله، قطعت في دين الله، مزقت في دين الله، حارب الله ورسوله. نعم، كان الجزاء من جنس العمل. إن قبلك وأخذك بالحضن وجه طيب وضحك في وجهك واستقبلك بصدره، كان الجزاء من جنس العمل. في
يعني الأظافر، يخمشون بها وجوههم وصدورهم. هذا الوجه وهذا الصدر ضحك في وجهك واحتضنك، ولما فارقته أكل في لحمك، هتك في عضدك. انظر العقاب، لهم أظفار يعني أظافر من نحاس، يخرجون بها وجوههم وصدورهم. سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء هم الذين يأكلون في لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. ألم أقل لكم مرض سرطاني خطير أصاب كثيرا من الناس؟ ألم أقل لكم بأن القضية لا تكمن في الصلاة والصيام والعبادة؟ فالجنة حرمت على النمام والمغتاب، وهذا النمام يصلي ويصوم ويفعل العبادة والطاعات وهو لا يعلم أن الجنة عليه حرام. لهم أظفار من نحاس حامية يخرجون بها وجوههم بخربش، يزيل اللحم من على وجهه، يزيل اللحم من على صدره. ألم أقل لكم عقابه كان بعقاب، إنما الجزاء من جنس العمل. هذا الوجه كم ضحك في وجهي، وهذا الصدر كم احتضنني، وأنا لا أعلم أنه أكل في لحمي وأكل في عرضي وهتك في عرضي، ولكن الله يعلم. فعاقبه ربنا جل وعلا بهذا العقاب الأليم. نعم، يخرجون بها وجوههم وصدورهم. وهذه منزلة في الآخرة ومنزل في الآخرة، لكن هناك منزل يسبق منزل الآخرة، فالقبر أول منزل من منازل الآخرة، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: مر على قبرين قال للصحابة: إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير. ده الحاجة اللي بتعذبه بسببها ليست كبيرة من الكبائر، كأن القبر يعذب وصاحب هذا القبر لم يرتكب كبيرة في هذا العذاب الذي يعذب به. قال: أما الأول فكان لا يستتر من بوله، لا يتنزه من بوله، لا يغتسل من بوله. هذه عادة عنده، يتبول في أي مكان ولا يغتسل، نعم، ولا يتطهر. هذه طبيعته وهذا دأبه. من كان كذلك فهو من أهل هذا الحديث. أما الأول فكان لا يتطهر من بوله وهي ليست كبيرة من الكبائر، فما بالكم بأصحاب الكبائر؟ كان يعذب في قبره إلى يوم القيامة. وأما الثاني فكان يمشي بين الناس بالنميمة. سلم يا رب. الثاني يعذب في قبره إلى يوم القيامة لأنه كان يمشي بين الناس بالنميمة. ألم أقل لكم بأنها لم تكن كبيرة من الكبائر؟ من يتحمل أن يعذب في قبره إلى يوم القيامة؟ من يتحمل هذا العذاب؟ من يتحمل هذا الألم؟ عذاب الإنسان في دار الله عز وجل الذي يدفع ثمنه إنها الأعضاء، الجوارح، هي التي تدفع الثمن، تدفع الضريبة، هي التي تتألم، هي التي تتوجع. من أجل ذلك في الدنيا نادت على اللسان وتزللت للسان، كما عند أصحاب السنن بسند صحيح قال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء تنادي على اللسان، أي في كل صباح، قائلة له: اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت
بك، ماشيين وراك. إن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. نعم إخوتاه. ولذلك السلف الصالح أرادوا أن يفروا من هذا المرض الخطير. نعم، هذا من السلف الصالح ابن وهيب يريد أن يحافظ على حسناته وعلى ثروته عند الله. قال: نذرت أنني كلما اغتبت إنسانا صمت يوما. نذرت أنني كلما اغتبت إنسانا صمت يوما، فأجهدني ذلك. تعب، ما عادش قادر، فبحث عن شيء أكثر من ذلك في دقته. علم أن أحب الأشياء إلى نفسه المال. قال: نذرت أنني كلما اغتبت إنسانا تصدقت بدينار، فمن حبه الدراهم والدنانير ما اغتبت أحدا على الإطلاق. الله أكبر. لذلك أرادوا أن يحافظوا على حسناتهم وثرواتهم عند الله عز وجل. يطرق الرجل الباب على الإمام الحسن، قال: يا إمام، إن فلان قال عنك كذا وكذا. قال: يا هذا الطفل، انتظر. ما رحل بكلماته وأتى بقطعة من التمر وقال له: قل له إن الحسن كافاك على حسناتك. نعم، أي شيء أسعد إلى الرجل من أن يجد حسنة في ميزانه لن يفعلها. فأنت إن أكلت في لحوم الناس نقلت حسناتك إليهم وأعمالك إليهم، هذه الحسنات غالية، وأصبحت من المفلسين. نعم، يدخل الفاروق عمر على الصديق أبو بكر، وجده مسك لسانه ويريد أن يخلعه من فمه. سيدنا أبو بكر: ماذا تفعل يا أبا بكر؟ قال: يا عمر، هذا هو الذي أوردني الموارد، أدخلني المداخل. لو دخلت إلى النار فلم أدخل إلا بهذا الإنسان الصديق الذي لو وزن إيمانه في كفة وإيمان الأمة في كفة لرجح إيمان الصديق. وهذا عبد الله بن عباس حبر الأمة، معلم الأمة، يتحدث في كل يوم مع لسانه، يقول له: يا لساني، قل خيرا تسلم، أو اسكت عن سوء تغنم، وإلا ستندم. حبر الأمة يتحدث مع لسانه: قل خيرا تسلم، أو اسكت عن سوء تغنم، أي تربح، وإلا ستندم. ويقسم عبد الله بن مسعود ويقول: والله الذي لا إله إلا هو، ما على الأرض شيء أسجن فيه إلا بلساني. يعني لو دخلت جهنم لن أدخل في التقصير في العبادات والطاعات، وإنما بلساني. نعم إخوتاه، إذا كانت هذه الكلمات من الصحابة الكرام فماذا نحن قائلون إخوتاه؟ نعم. وأختم بهذين حديثين يخلعين القلوب من الصدور. نعم، يقول صلى الله عليه وآله وسلم: من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله رضغة الخبال. رضغة الخبال، الرضغة أي الطين، الوحل، العصارة، العصير. استمع إلى هذا الحديث الذي صححه الألباني: من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله رضغة الخبال ما لم يرجع، ما لم يتوب، ما لم يعترف أنه افترى على هذا العبد. كان الإنسان يتحدث عن مؤمن ويقول ما ليس فيه، ويوم القيامة هذا الذي المسكين المجني عليه المفترى
يكون بريئا يوم القيامة؟ ما حالك؟ ما مالك يا من افتريت عليه؟ ما مصيرك؟ مصيرك، سكنك، منزلك في عصارة أهل النار. أهل النار يعذبون، لحوم تشوى فيتنزل منها العصارة، السمنة، دماء، الدهون تتنزل في قاع النيران، أصبحت بحر من النيران. هذا البحر من يسكنه؟ من ساكنه؟ أنت الذي افتريت على الناس وقلت في المؤمنين ما ليس فيهم. ألم أقل لكم ينبغي علينا أن نقف وقفة صدق مع النفس وأن نتوب إلى الله عز وجل من هذا المرض السرطاني الخطير. كالإنسان يقول في المؤمن ما ليس فيه ومسكنه في عصارة أهل النار، يسبح في دهون أهل النار في أسفل النار. أما الحديث الآخر في الصحيحين قال صلى الله عليه وآله وسلم: الربا 72 بابا. الربا 72 بابا، أدناها كان يأتي الرجل أمة. يعني الربا 72 بابا أهون باب من أبواب الربا. عقوبات كعقوبة من زاد بأمه. ترى ماذا أعد ربنا جل وعلا بعقاب لمن زاد بأمه؟ ده الذي يزني بأخرى عقابه عند الله عظيم، وكبيرة من الكبائر يوضع الزاني والزانية في تنور، أي فرن أعلاه ضيق وأسفله واسع، كما جمعهما فراش واحد في الدنيا في الزنا. عقابهما عند الله بعقاب إنما الجزاء من جنس العمل. جمع في تنور واحد في فرن واحد أعلاه ضيق وأسفله واسع. كلما همنا أن يخرجنا من هذا الفرن أعيد فيه من جديد. ده الذي يزني بأخرى، فما بالكم بمن زنى بأمه؟ ماذا أعد ربنا جل وعلا له بالعقاب؟ الربا 72 بابا، أدناها كأن يأتي رجل أمة أن يزني بأمه. ده أدنى باب، أهون باب، عقاب من زنى بأمه. ما بالكم بأعلى باب وأعظم باب وأصعب باب في العذاب؟ ثم يقول في كتاب الحديث صلى الله عليه وآله وسلم: وإن من أربى الربا، أعظم باب من أبواب الربا في العذاب، وإن من أربى الربا الاستطالة في عرض أخيك المسلم. كأن الاستطالة في عرض أخيك المسلم عقابها أشد بعقاب من زنى بأمه. لقاؤكم ممتع وشيق، أنا لا أستطيع أن أطيل أكثر من ذلك. الله أسأل أن يجعلنا وإياكم على منابر من نور في الجنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله عز وجل به الأمة. اللهم جزيه عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. اللهم إنا تبنا إليك في هذه اللحظات فتقبل توبتنا واغسل أوبتنا وحوبتنا. اللهم لا تخرجنا من هذا المسجد إلا مستورين، إلا مكرومين، إلا مجبورين، إلا مستورين، إلا مرزوقين، إلا مرحومين. لا تدع لنا في هذا الجمع مريضا لنا إلا شفيته ونويته وعافيته، ولا هما لنا
إلا فرجته، ولا كربا لنا إلا شتته، ولا دينا لنا إلا قضيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته. ارحم أبائنا وأمهاتنا وسائر أموات المسلمين يا رب العالمين. اللهم إن كانوا يعذبون فارفع عنهم العذاب، وإن كانوا في بلاء فارفع عنهم البلاء، وإن كانوا في شقاء فارفع عنهم الشقاء. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ارضنا وارض عنا، عافنا واعف عنا، أكرمنا ولا تهنا، استرنا ولا تفضحنا. اللهم احفظنا من كل مرض أنت آخذ بناصيته، واحفظنا من كل ورم أنت آخذ بناصيته، واحفظنا من كل هم وغم ونكبة وصدمة وأزمة ومصيبة وفضيحة وفاجعة أنت آخذ بناصيته. احفظنا بعينك التي لا تنام، وملكك الذي لا يضام، ونورك الذي ملأ أركان عرشك. اللهم صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا. صب علينا البركات، صب علينا الخيرات، صب علينا النفحات، صب علينا البشريات. اللهم لا تضيق علينا في بيوتنا ولا في مساكننا ولا في أرزاقنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا في نيتنا، اللهم أصلح لنا في عافيتنا، اللهم أصلح لنا في ذريتنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأقم الصلاة.